النهارده هقولك على فوائد تمارين المقاومه ليكي كست وليكي كانسان بشكل عام، وانت هتعرفي ليه لازم تعملي تمارين مقاومه. وبالمناسبه يا جماعه مش مهم خالص انك تنزلي على الميزان رقم كبير ويبقى جسمك مترهل، مش مهم خالص. المهم ان انا يبقى شكلي حلو، يبقى جسمي مشدود، يبقى ظهري مفرود. ده كله مش هتلاقيه غير بالجيم. اول حاجه، لو انت من الناس اللي بتفرهد بسرعه وبتتعب بسرعه وعلى طول تعبانه ومش قادره والكلام ده كله، لما تتمرني تمارين مقاومه، تمارين المقاومه فكرتها ايه؟ ان انا بحط لود على العضله، اللود ده بيخلي العضله تقوى اكتر عشان تستحمل اللود ده. فده بيدي في البدايه بتبقي تعبانه، يعني الناس اول ما بتنزل الجيم بتقعد مثلا اسبوع اسبوعين كده تعبانه، وبعدين جسمك هيبدا قدرته تزيد عشان يتحمل المجهود اللي جاي عليه، فهتحسي ان انت بشكل عام صحتك بقت احسن. التعب والهمدان الغريب اللي كان بيجيلك ده هتلاقيه بدأ يروح بكل سهولة. كمان الناس اللي بتشتكي من هشاشة العظام، انا خايفة تجيلي هشاشة عظام، انا خايفة عظمي يضعف، التمارين المقاومة مثبت علميا ان هي بتزود كثافة العظام، فلو العظم عندك خايفة ان هو يخف ولعبت تمارين مقاومة ده هيزود كثافة العظام، وده هيفيدك قوي على فكرة لما تكبري. واحنا في زمن الناس بقت بتكبر اسرع، يعني انت لو تبصي دلوقتي هتحسي ان الناس بيجي لها امراض كانت بتيجي مثلا الناس في الستينات والسبعينات وبيبقى عنده 40 سنه بيجي له الامراض دي، تمام؟ فانت كده بتبقي بتامني نفسك من. تاني حاجه، الدكاتره اللي كل همهم على الميزان، احنا اصلا حرق الدهون عندنا بيزيد لما نزيد كتله عضليه، الكتله العضليه دي كده كانها محرقه دهون. يعني حتى لو لقيتي نفسك بعد ما خسيتي وزدتي كتله عضليه وجسمك اتشد، عايزه تاكلي حاجه مثلا وكلتيها، مش هتعمل معاكي زي ما بتعمل في العادي، مش هتديكي نفس الافكت اللي كانت بتديهولك في العادي ان انت تتخني، هتلاقي نفسك بتحرقي عادي. حرفيا هي بنك الحرق الدهون. دهون البطن بتضايق بنات كتيره قوي. 99% من تمارين الريزيستنس، تمارين المقاومه سواء للابر او لللور، بيكون فيها الكور او منطقه البطن داخله في التمارين دي. فانت من غير ما تلعبي تمارين مخصوصه للبطن هتلاقي بطنك بتنزل، لان هي داخله في التمارين في اغلب التمارين. يعني اي تمرين هتجيبيهولي في الغالب الكور، لان هو الحاجه اللي بتظبط جسمنا. فابر ولور هتلاقيه موجود، يعني لو اتمرنتي الجزء العلوي او الجزء السفلي هتلاقي تمارين البطن موجوده معاكي، او هتلاقي البطن بتشتغل، فده طبعا هيساعدك تحرقي دهون بطنك اكتر. وطبعا النقطه اللي انا هقولها تاني، الدكاتره بيهتموا بالميزان، او انت نزلتي قد ايه على الميزان. انا ممكن واحده تبقى 75 كيلو بتتمرن تمارين مقاومه وانت لو شفتيها تقولي ان هي 50 كيلو، تمام؟ الفرق ده بيكون عضلات، بس الشكل حلو والشكل قوي، فاهمين الفكره؟ فانت مهم تهتمي بتمارين المقاومه عشان جسمك يتشد. الفورم الجامده اللي بتشوفيها اللي بتبقى منحوته دي تمارين مقاومه، مش اي حاجه تانية، وما بتتعملش باي حاجه تانية. اللي ما جربش الاصابات هيفتكر ان لما بنقول اصابه دي حاجه عاديه. انا قبل ما اتصاب كنت فاكره ان ايه اصابه، يعني لما مثلا اروح الجيم واجي اتمرن ويقولوا لي خدي بالك عشان ما تصابيش، ايه اتصاب دي؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ لما اتصبت عرفت ان الاصابه دي اسوأ كابوس ممكن يحصل للانسان. اسوأ كابوس لما يبقى عندك اصابه في جسمك بتعيقك عن الحركه. انا حصل لي عضلات الرقبه بتاعتي حصل فيها مشكله، انا ما كنتش بعرف انام وكنت على طول دايخه، ما كنتش بعرف اكل لان عندي على طول شعور بالقيء، تمام؟ حصلت لي اصابه في رجلي لغايه ما خفت، انا كان بيجي عليا ايام ما بعرفش ان انا امشي. فالاصابه مش حاجه سهله خالص. فالتمارين المقاومه لو اتعملت صح هتحميكي من اصابات كتيره جدا، لان هي بتزود المرونه وفي نفس الوقت بتحرك الاوتار وبتحرك الاعصاب، فده كله بيحميكي من الاصابات. فمهم جدا 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 تتمرني تمارين مقاومه عشان الاصابات. وتاني هقولك، احنا الاكل دلوقتي مش بنفس جوده اكل زمان، فكده كده في معادن كتيره قوي ناقصه وبناخدها من مصادر خارجيه وبيفضل فيها مشاكل. المعادن دي ليها دور مهم جدا، يعني حاجه مثلا معادن وفيتامينز، يعني حاجه مثلا زي فيتامين دي. فيتامين دي انت لو عندك ناقص هتلاقي عظمك على طول وجعك وهتلاقي اصابات وفي ناس بتوصل لكسور. فتمارين المقاومه هتساعدك وهتحميكي من ده لان عضلاتك هتقوى. كمان طبيعي جدا لو انت عندك مقاومه انسولين وعايزه تخلصي من مقاومه الانسولين، تمارين المقاومه العضلات الكتله العضليه بتاعتك لما بتزيد هي حرفيا حساسه جدا للانسولين، فبتزود حساسيه الانسولين جدا، فده هيقلل لك مقاومه الانسولين بشكل كبير. نقطه ان جسمك هيتنحت، نقطه انك هتوصلي للفورمه اللي انت عايزاها بكل سهوله، ما تنسيش النقطه دي. تحسن المنتال هيلث بشكل عام، هتخلي تركيزك اعلى، هتخليكي مصحصحه، هتخليكي تفتكري اكتر. لو حد عنده اكتئاب
او عنده مشاكل نفسيه ونزل الجيم مثلا عشان يخس، عشان خاطر ايه؟ يمكن لو خسيت نفسيتي تتحسن. الناس خصوصا الناس اللي بيبقى مثلا عندها ادمان طعام، دايما لما كان بيجي لي حد عنده ادمان طعام او عنده تعلق عاطفي بالاكل اقول لها انزلي الجيم عشان جسمها يتحسن، وبعدين بتلاقي نفسها استمتعت بالجيم. فكرة الألم الجسدي اللي بيحصل وانت بتتمرني بتنسيكي ألم نفسي كتير، وفي نفس الوقت مع الوقت بيبدأ يبقى تحدي، بيبدأ يبقى الموضوع ممتع، تبدأي تحسي ان انت بتروحي تفضي طاقتك وتحسني نفسيتك في الجيم. النقطة الأخيرة اللي عايزة أتكلم عنها هي صحة البشرة. في دراسات كتيرة جدا أثبتت ان الناس اللي بتتمرن تمارين مقاومة بشرتهم بتكون شباب اكبر من الناس التانية. في سبب منطقي جدا ان ده يحصل، لان تمارين المقاومة لما بتتمرنيها بتزود الجي اتش او هرمون النمو. هرمون النمو داخل بشكل مباشر بشكل كده صريح في عملية تكوين الكولاجين، فانتي بتزودي هرمون النمو، تظبطي مستوى السكر، فالالتهابات هتقل، فطبيعي هتحسي ان بشرتك فعلا منوره وفعلا شباب اكتر. يعني حتى عمرو دياب كان ليه كده مقابله، المذيعه بتقول له يعني هل انت بتعمل فيلر وبوتوكس والحاجات دي؟ فقال لها ما ينفعش تسالي السؤال ده لحد بيتمرن على طول. فتمارين المقاومه كنز جدا في النقطه دي، وعمرو دياب اكبر مثال. فمهم جدا تمرني تمارين مقاومه لكل الاسباب اللي انا قلتها. تمرني تمارين مقاومه لو عندك تكيسات مبيض هتلاقيها اتحسنت بنسبه كبيره. تمرني تمارين مقاومه عشان لو في مناسبه وكلتي حاجه انت عايزه تاكليها، لان انا مع المنع. يعني انا دايما عملت لكم حتى فيديو قلت لكم ان انا مع المنع، انا مع ان احنا نمنع الحاجه خالص، بس احنا في الحياه في مناسبه، في مصيف، في حاجه هلاقيني باكل حاجه بره عن الجدول بتاعي، فمش عايزاها تقعد فيا كدهون. فتمارين المقاومه هتساعدك لما الكتله العضليه تزيد انك تحافظي على شكل جسمك لاطول فتره ممكنه. فاتمرني تمارين المقاومه وبجد بجد يعني هتبقى احسن قرار عملتيه في حياتك، وهتشوفي قيمته كمان يعني 10 سنين كده. يعني انت هتشوفي قيمته دلوقتي وهتشوفي قيمته اللي بجد كمان 10 سنين، لما تلاقي كل اللي حواليكي شكلهم كبر وعجز وانت شكلك كده منور ومصحصح. تمام؟ فاتمرني تمارين المقاومه وهتدعي لي. انا دكتور ايمان اشرف، كنت في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.